عايزك تشوف معايا المشهد ده. نفس الشخص اللي ادى امر بموت ابوك هو نفس الشخص اللي اذاني وكان سبب خروجي من الخدمه. الافلام خلت اي نقطة هواء تدخل جوه الوريد تبقى كارثة، بس هل ده صح ولا لا؟ هل فقاعة الهواء جوه الوريد ممكن تموت المريض زي ما حصل في المشهد ده ولا لا؟ الحقيقة ان جسم الانسان يقدر يتعامل مع كميات صغيرة من الهواء من غير ما يحصل له اي ضرر. يعني الفقاعة الصغيرة اللي بتكون موجودة في وصلة المحلول او السرنجة مش هي الخطر اللي الناس متخيلاه. الخطر الحقيقي بيبدأ لما كمية كبيرة من الهواء بتدخل مجرى الدم، وقتها ممكن يحصل حاجة اسمها الايرمبوليزم او الانصمام الهوائي، ودي معناها ان الهواء ممكن يعطل مجرى الدم انه يوصل لاعضاء مهمه جدا في جسم الانسان زي القلب او المخ او الرئه. علشان كده دايما الطاقم الطبي بيطرد الهواء من السرنجات والمحاليل قبل الاستخدام. الخلاصه ان مش اي فقاعه هواء معناها خطر، لكن برضه وجود الهواء الصغير في الحقن او المحاليل ما ينفعش يتساب او يتعامل معاه باستهتار. وبس كده، اتمنى تكون استفدت.